السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين، يا رب تكونوا في خير دايمًا وتكونوا في أحسن حال، ودايمًا بيوتكم كده تكون مليانة بالخير. فيديو النهارده هيعجبكم جدًا، جدًا، تابعوا بقى معايا الفيديو للنهاية لأن هتلاقوا فيه معلومات مفيدة جدًا، جدًا، كمّلوا بس معايا هتفيدكم في تربية البط، كمّلوا معايا الفيديو للنهاية لأن فيه تفاصيل كتيرة أوي عن أحسن نوع بط بصراحة أنا باعتبره إن هو نوع مميز لو أنتم عايزين كمان تجيبوه قبل رمضان، رمضان فاضل عليه يا جماعة شهرين ونُص، فهاقول لكم النهارده على نوع بط حلو جدًا، هنتكلم عليه النهارده بكل التفاصيل من أول عُمر يوم لحد عُمر الدبح، كل تفاصيله النهارده هو البط المولر أو يعني إيه، البط البغال، لإن أنا باعتبره من أحسن أنواع البط بجد نوع ممتاز جدًا، أحسن نوع ممكن تربوه، هتاخدوا منه وزن عالي جدًا، وكمان بتاخدوا منه لحم صافي بدون دهون، النهارده هاقول لكم على كل تفاصيله، كل مميزاته، كل عيوبه، بياكل إيه، بيعمل إيه، كل حاجة فيه لحد لمّا توصلوا كده لأعلى وزن بإذن الله. خلّينا بس الأول نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكمان نصلّي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده يا جماعة هاكلمكم عن البط المولر، والبط المولر ده اللي هو اسمه برضه البط البغال، بصراحة أنا ما أعرفلوش اسم غير المولر والبغال، ما أعرفش هل بقى ليه أو موجود عندكم بقى باسم تاني والّا لأ؟ يعني قولوا لنا كده لو ليه اسم تاني كده في المحافظات والّا حاجة اكتبوها لنا في التعليقات. باقول لكم بقى البط المولر ده يعتبر من أحسن الأنواع يا جماعة اللي ممكن تربوها، لإنه بيجيب معاكم وزن عالي أوي وفي وقت قليل، يعني بدايةً من عُمر الشهرين، من عُمر ال60 يوم، وفي ناس والله يا جماعة بتذبحه من عُمر 55 يوم، بس هو يعني الأحسن إن هو يكون من عُمر ال60 يوم، لو سِبتوه كمان من بعد ال60 يوم لحد ال3 شهور بيجيب معاكم وزن عالي جدًا، يعني بيجيب وزن عالي في وقت قليل، وكمان لحمه لحم صافي، يعني يعتبر إن هو ما فيهوش دهون. والله يا جماعة اللي أنا باقوله لكم ده عن تجربة، الدهون بتاعته تعتبر قليلة جدًا، أو يعني عارفين الجلد بتاعه ده بيعتبر طبقة يعني رقيّقة أوي، فيعتبر كده إن هو ما فيهوش دهون، فكده يعتبر إن هو كمنافس قوي جدًا لأنواع تانية كتير من البط المعروفة، زي البط المسكوفي مثلًا أو البط البلدي، لأن البط المسكوفي والبلدي الاتنين يعني طعم لحمهم قريب من بعض، فالمولر طعم لحمه قريب كده منهم أو يعتبر التالت بعدهم في الطعم. يعني لحمته مش زفرة خالص زي ما الناس بتقول، وبتخوّف الناس إنها تجيبه، وبتقول لأ ده طعمه وِحِش أو لحمته زفرة أو شوربته بتبقى زفرة، لا ما فيش الكلام ده خالص والله يا جماعة، لحمته حمرا تعتبر يعني إيه، لحمة طرية ولحمة حمرا زي بتاعة الجزار كده، يعني لو شُفتوا اللحمة بتاعته شبه اللحمة الحمرا بتاعة الجزار، وكمان على فكرة لحمته مفيدة، لإن نسبة الكوليسترول فيها قليلة. يعني مش زي الفرنساوي ولا البيكيني اللي بيبقى فيه دهون ولحمته بتبقى بيضا، لأ ده من غير دهون. معنى بقى إن هو من غير دهون، إن إحنا بناخد منه لحم صافي ووزن عالي، يعني هو ده كمان من أنواع البط التسمين اللي بيحوّل بسرعة، أكتر كمان من البط المسكوفي. يعني من عُمر 60 يوم ممكن تذبحوا على 4 كيلو، ولو سِبتوه كمان مثلًا على عُمر ال3 شهور ممكن يجيب معاكم 5 كيلو و6 كيلو. طيب البط المولر ده يا جماعة في منّه نوعين، في منّه محلي وفي منّه مستورد. المستورد ده هو اللي وزنه بيبقى كبير أوي، يعني وزنه بيجيب أكتر بكتير من المحلي وبيبقى عينيه لونها أحمر وهو لونه وهو صغير كده بيبقى إيه، كتكوت بيبقى لونه أصفر. وفي كمان مستورد اسمه أبو دقة اللي هو بيبقى لونه أصفر بس فيه دقة سودا بس كده على راسه. أمّا المولر المحلي فهو اللي بتلاقيه بقى ملطّش فيه مثلًا على ضهره شريطة سودا، في على راسه نقطة سودا، نقطة سودا على راسه مع شريطة سودا على ضهره، ده بيبقى مولر محلي، برضه بيجيب وزن حلو أوي وطعمه حلو أوي، لإن المستورد بيبقى قليل وكمان سعره بيبقى أغلى من المحلي، لكن المحلي هو أقصد المستورد هو اللي بيجيب وزن عالي. وفي حلقة النهارده بقى يا جماعة هاقول لكم إزاي نأسس البط ده بحيث إن هو يشيل معاكم وزن عالي. لإن زي ما قُلت لكم كده ممكن يوصل ل5 و5 ونُص، خلاص أنا دابحة 60 يوم يعني شهرين أو 65 يوم كان 4 كيلو، يعني ما شاء الله التحويل بتاعه بيعتبر ممتاز، أحسن كمان من المسكوفي، ليه؟ لإن هو بييجي أسرع من المسكوفي، ومناعته كمان على فكرة عالية، يعني مناعته أعلى من مناعة البط المسكوفي، فلو مشيتوا بقى على الخطوات اللي أنا هاقولها لكم دي في البط المولر إن شاء الله هيجيب معاكم وزن عالي. خلّينا بس نعرف الأول إن البط المولر اللي إحنا بنشتريه ده بط عقيم، يعني مش هنعرف نعمل منه سلالة عشان الناس بتسأل السؤال ده كتير أوي، هو البط المولر ينفع يبيض وأرقّد منه؟ لأ، ما ينفعش يا جماعة خالص، يعني لو أنتم هتجيبوه علشان تعملوا منه سلالة، هو ما فيهوش فيه تزاوج تمام، فلا بيرقد ولا هيبيض ولا الكلام ده كله، هو أنثى وذكر مع بعض هُم الاتنين كده عقيم، يعني ما فيش منه سلالة، هو ناتج عن تزاوج ذكر مسكوفي مع أنثى بيكيني أو فرنساوي، فبيدّينا البط المولر ده، اللي إحنا بنروح نجيبه من المعامل، يعني الشركات هي اللي بتعمله، مش الناس اللي تقدر تعمل منه سلالة في البيت. عايزة أقول لكم بقى إن الأوزان بتاعته ما شاء الله بتبقى أوزان كبيرة، خلاص؟
يعني أقل حاجة هتاخدوها من البط المولر ده هو 3 كيلو، ما فيش يعني ممكن يعني بُصّوا يعني 3، 3 ونُص يعني دي كده أقل حاجة، لكن هو ما شاء الله بيبقى أعلى من كده بكتير. نبتدي نقدر نذبح إمتى؟ نبتدي نقدر نذبح كده من عُمر ال60 يوم إلى عُمر ال3 شهور، ونصيحة يا جماعة وباقولها في كل فيديوهاتي ما نسيبش البط المولر أو البغال بعد ال3 شهور، ركّزوا في المعلومة دي، بعد ال3 شهور بيخِس أو بيفرّغ. فيبقى ما لهاش أي لازمة، هياكل وهتلاقيه بعد ما وصل معاكم لوزن كبير رجع تاني إن هو يخس. طبعًا الناس بقى اللي أول مرّة تربي بَط، أنا بارشّح لكم البط المولار، بلاش المسكوفي لإن المسكوفي مناعته ضعيفة وبيموت كتير أوي في الأول وبيحتاج تدفئة عالية، لكن البط المولار مناعته قوية وبيديكِ وزن كبير وسرعة تحويل، فيعني إن شاء الله هيجيب معاكم نتيجة هتعجبكم جدًا، جدًا. تعالوا بقى نتكلم على استقبال البط المولار، البط المولار من عمر يوم بتبقى زيها بالضبط زي الكتاكيت البيضا، زي أي كتاكيت، بنستقبلها على إيه، على كيس محلول معالجة الجفاف أو على ده بنشتريه من الصيدلية البشرية، أو بننزل بمعلقة عسل أسود على لتر المَيّة. وطبعًا برضه بنكون مدفيين المكان. فترة تحضير البط يا جماعة بتكون 21 يوم، فأنتم يعني ال21 يوم دول بيعتبروا إن هم لسه صغيرين، لازم نهتم فيهم بالتدفية، لازم العلف والمَيّة يكونوا قدامهم على طول، فزي ما قُلت لكم كده بنستقبل بكيس محلول معالجة الجفاف أو بننزل بمعلقة عسل أسود على لتر المَيّة، وبنكون مدفيين المكان في الساقعة طبعًا لإن أنتم عارفين الجو دلوقتي ده ساقعة. لو ما فيش عندنا عسل ما فيش داعي للسُكّر، عشان في ناس بتحُط سُكّر، السُكّر يا جماعة ما لوش أي فايدة خالص، هنشتري كيس محلول معالجة الجفاف، كيس واحد من الصيدلية البشرية ونحُطّها على لتر المَيّة لمدة 8 ساعات، بعد كده بنبتدي ننزل بمضاد حيوي معوي وتنفُّسي، ده بنجيبه من المكان اللي إحنا بنبقى شاريين منّه الكتاكيت، بيبقى اسمه تحضير يعني معوي وتنفُّسي، زيّها بالضبط زي كتاكيت الفراخ، وده بنحُطّه لمدة 3 أيام، وده على فكرة لكل الطيور، التحصين ده اللي هو المضاد الحيوي المعوي التنفسي بنحطه لكل الطيور أيًا كانت الطيور اللي إحنا بنجيبها دي إيه، كله حصّنه بنفس الطريقة، مضاد حيوي معوي تنفسي لمدة 3 أيام، 8 ساعات في اليوم وبعد كده نشيلها ونحط مَيّة، بعد ما نخلّص المضاد الحيوي المعوي والتنفسي بننزل بقى بشوية فيتامينات برضه هتجيبيها من نفس المكان، زي مثلًا أ، د، 3 أهي، سيلينيوم، أملاح معدنية. خلاص، كل ده لازم ننزل بالفيتامينات علشان البط بالذات لازم يتأسس صح عشان ما ييجيلوش كُساح وكمان عشان يجيب معاكم وزن حلو. ولحد هنا بقى هنوقّف الأدوية وما فيش أدوية تاني بقى يا جماعة، هنشتغل كُلّه بقى شغل أعشاب، بنأكّل بقى يعني علف للمولر لو أنتم عايزين المولر يجيب معاكم وزن، يبقى علف ثم علف، خلاص بياكل في الأول هو علف بادي ده كده في الاستقبال بتاعه، هنأكّل علف بادي اللي هو وبيكون سوبر اللي هو تركيز 23% البادي السوبر، خلاص، ليه؟ علشان يجيب معاكم نتيجة يعني كويسة، لازم يكون علف كويس ولازم ما يكونش الأعلاف السوقية وبلاش شركة كده مش معروفة ولا يكون مركون عند الراجل عشان بيبقى كُلّه سموم، لازم يكون علف كويس بلاش الأعلاف اللي هي الرخيصة، يعني هاتوا كده من شركة تكون كويسة ونستقبله على العلف اللي هو البادي السوبر تركيز 23% وهياكله لمدة شهر، لإن هو في الفترة الأولانية بيكون محتاج يعني تركيز بروتين عالي، طيب بعد الشهر هنعمل إيه؟ بعد الشهر هنبتدي نغيّر العلف من تركيز 23% إلى تركيز 21% والبط المولر يعني ما شاء الله كده هتلاقوه جاب معاكم وزن ومناعته باقول لكم كده يعني بتبقى مناعة عالية، ف يعني إن شاء الله هتلاقيه كده خفيف عليكم، فأول شهر زي ما قُلنا هيأكّل علف 23% تاني شهر هنأكّل علف تركيز 21% اللي هو العلف النامي، بعد الشهر التاني وبلاش تخلّطوا يا جماعة بدري وتشيلوا العلف علشان هيعمل لكم افتراس، خدوا بالكم من الحكاية دي والله الناس اللي بتيجي بقى من عُمر مثلًا من بعد الشهر وتبتدي تخلّط، وفي ناس من بعد عند الشهر ونُص تروح ساحبة العلف خالص، هيعمل افتراس، يعني يا جماعة ابتدوا كده خلّطوا لهم من بعد الشهرين، ممكن بقى نبتدي ندخّل ردّة، عيش، ذرة اللي هي الدشيشة يعني مع العلف طبعًا العلف يكون الكمية الكبيرة مع كسر فول أو اللي هو يعني حَبّ فول، ده برضه يعني خلطة حلوة وبتجيب معاهم برضه أوزان حلوة وتكون عليها كمان ملح الطعام عشان موضوع الأملاح ده مهم جدًا، وهنتكلم على موضوع الافتراس ده بالتفصيل، بس خلّينا كده نبتدي يعني إيه نمشي خطوة بخطوة، يبقى كده الشهر الأولاني زي ما قُلنا هنأكّل علف، طبعًا لازم إن إحنا نهتم بالنضافة وما يقعدوش في ساقعة، ما يبقاش تحتهم بلل ومَيّة عشان ما ييجيلهمش إسهال، ونرجع نقول إن البط ما بيكبرش، طول ما في إسهال يا جماعة مش هتعرفوا تاخدوا منه أوزان، يبقى لازم نربي صح عشان ناخد منه أوزان صح. وفي ناس بعتت سؤال بتسألني هل العيش المكسّر اللي هو الناشف ده اللي إحنا بنحطّه على الخلطة بتاعة الأكل بتاعتهم بيكون عيش محمّص والّا عيش ناشف بس؟ لأ هو بيكون عيش ناشف بس، ما بيبقاش عيش محمّص، وبلاش يا جماعة الأكل المبلول، لإن الأكل المبلول ممكن يعمل لهم ديدان كتير في معدتهم، وده بيعمل لهم إسهال،
وناخد بالنا يا جماعة إن الأكل هو اللي هيجيب معاكم الوزن أو هيقلل معاكم الوزن. يعني إيه؟ يعني زي ما قُلت لكم البط المُولَر عشان يجيب معاكم وزن يبقى لازم ياكل علف. طب أنتم مش عايزين تأكّلوا علف صافي من بعد الشهرين لعُمر ال3 شهور أو مثلًا الأسبوعين، يعني مثلًا لو هتسيبوه مثلًا شهرين ونُص وهتقعدوا أسبوعين تأكّلوا أو تخلّطوا له، يبقى لازم برضه يكون في علف، لازم يكون في علف. ما ينفعش مثلًا إحنا نحط لهم حاجات خضرا، برسيم أو بواقي أكل البيت بس، الحاجات دي بتخسّسه وهتنزّل الوزن، ووزنه مش هيزيد معاكم وهتبقى أنتم بتأكّلوهم وخلاص، ده كده هيبطّل تحويل، وتبقى التحويل بتاعه بطيء، فاهمين إزاي؟ وهتلاقوا الوزن بتاعه بيزيد بصعوبة، ونرجع نقول إن إحنا عندنا البط بس الوزن يعني مش بيزيد وما فيش وزن، يبقى ليه؟ عشان لازم علف، لازم يكون في علف. يبقى في وسط الأكل اللي إحنا هنحطه له أكل البيت ده، نخلّيه كده الوجبة اللي هي مثلًا في نُص النهار، لكن الأساس بتاعهم هو علف. وزي ما قُلت لكم الخلطة لو أنتم عايزين تزوّدوا يعني تعملوا لهم خلطة، يبقى هنحط شيشة، دي شيشة بالنسبة للناس اللي بتشوفنا من برّه مصر فهي الذرة. الذرة بقى بتبقى كسر، في منها كده خِشن وفي منها ناعم. نحط شيشة وهنحط كسر عيش، هنحط كسر فول، والفول ده هو اللي هو اللي بيسمّن، فاهمين؟ هو اللي بيجيب اللحم. وممكن كمان نحط عليهم شوية ردة. وزي ما قُلنا الخلطة دي بتبتدي من بعد الشهرين، هي ممكن من عُمر الشهر ونُص، ولكن الأحسن إنها تكون من عُمر الشهرين عشان تجيب معاكم وزن كبير. وتركّزوا يا جماعة في حتّة إن هو ما يطوّلش أوي فترة التسمين بتاعته، يعني آخره 3 شهور. البط المُولَر علميًا هو دورته 70 يوم، لكن إحنا بنسيبه لل3 شهور علشان عضمه كده يكون نشف، وكمان بيجيب وزن لحد ال3 شهور. بعد ال3 شهور بيبتدي يفرّغ، يعني بيبتدي يرجع تاني وزنه يخس، فركّزوا أوي في المعلومة دي وما تسيبوهوش لبعد ال3 شهور. ما ننساش بقى موضوع الكالسيوم، موضوع الأملاح المعدنية ضروري جدًا، جدًا، عشان بقى موضوع الافتراس ده اللي أنا قُلت لكم هاكلمكم عليه بعد شوية. الافتراس بيقعدوا هُم كده يشدوا في ريش بعض، فناخد بالنا من موضوع إن إحنا ما نمنعش عنهم العلف. لو هُم جالهم افتراس لا قدّر الله بنقص المنقار اللي فوق، وكمان بنزوّد لهم البروتين، بيبقوا عايزين علف زيادة. بنحط أملاح معدنية، ده طول الدورة بتاعتهم لازم نحط أملاح معدنية. ونجيب كيس ملح الطعام ده وبنحط مثلًا نُص معلقة على العلف أو معلقة كبيرة على العلف اللي هُم بياكلوه. وكمان بنحط كالسيوم، وبنحط لهم التحديقة دي بتكون قدّامهم طبق بيكون فيه بودرة بلاط، جير مطفي، كالسيوم. وكمان بنجيب قالب طوب الأحمر ده وبندقه، بننعّمه خالص وبنحطه في الطبق، وبنحط كمان معاه رمل ونخلّي الطبق ده قدّامهم على طول. ده بيدّيهم بقى كالسيوم وبيخلّيهم ما ييجيلهمش كساح، وفي نفس الوقت ما يحصلهمش موضوع الافتراس ده. والناس اللي سألت على الإضاءة، وإذا كانت الإضاءة بتكمّل معاهم يعني العُمر قد إيه، وإذا كانت باشغّل لمبة صفرا والّا باشغّل لمبة بيضا، فهُم في العُمر الصغير باشغّل لهم لمبة صفرا خاصةً في السقعة. بعد كده باقفّل عليهم وما باشغّلش بقى، باشغّل لمبة بيضا. لازم الإضاءة تكون هادية خاصةً يعني بالليل، عايزين تقفّلوا عليهم النور بالليل ما فيش مشكلة، علشان خاطر برضه الإضاءة الشديدة أو الحَر الشديد برضه بيعمل لهم موضوع الافتراس. فإحنا نبقى عندنا نور ربنا أو نشغّل عليهم الإضاءة مثلًا بالنهار، ممكن تقفلوها بالليل ما فيش مشكلة لحد تاني يوم. بنحط الأكل بقى على وجبات والّا بنحطه مفتوح. في ناس بتعمل وجبات 3 مرات في اليوم، وفي ناس بتحط الأكل قدّامهم مفتوح. أنا شخصيًا باحط الأكل قدّامهم مفتوح، وكل ما بيخلص بازوّد، وما شاء الله بيجيب معايا وزن بسرعة في وقت يعني قليل. خلاص على الشهرين بيبقى ما شاء الله معدّي معايا ال3.5. وطبعًا برضه ما ننساش موضوع مضاد السموم أثناء تغيير العلف، وكل فترة كده نحط لهم شوية خل في المَيّة، نعمل لهم خلطة البصل، نحط لهم شوية أعشاب كده علشان برضه إيه، تبقى يعني يجيب معانا برضه وزن حلو. وهُم كده، كده أساسًا شهيتهم مفتوحة، بياكلوا قد إيه كمية عشان تبقوا عارفين من قبل ما تجيبوا، فهُم بياكلوا حوالي من 9 إلى 10 كيلو علف. ده البط المولار، غير البط المسكوفي بياكل 12 كيلو. في خلال ال3 شهور، ده بياكل من 9 إلى 10 كيلو علف، ممكن علف وممكن خلطة، المهم إن هو هياكل، المجموع بتاعه هيكون حوالي من 9 إلى 10 كيلو. وطبعًا زي ما قُلت لكم هنبتدي ندبح من عُمر الشهرين إلى عُمر ال3 شهور، ومش هنزوّد عن ال3 شهور. يعني أنا باذبح على عُمر ال70 يوم بيبقى ما شاء الله ناشف وريشه نشف خلاص، وينفع إن هو خلاص يتدبح وبيبقى اسمه يعني استوى، وكمان لحمه بيبقى حلو جدًا ووزنه بيكون عالي. يعني تقريبًا كده أنا قُلت لكم كل المعلومات وكل النصايح في تربية البط، وخاصةً البط المولر عشان الناس اللي لسه مبتدئة، الناس اللي لسه هتبتدي تربي ما تخافيش ويالّا هاتي، وإن شاء الله يكون عندِك خبرة. ربنا إن شاء الله يبارك لكم ويجعل دايمًا كده الخير في بيوتكم ويوفقكم. لو في أي حاجة اكتبوا لي، وكمان يا ريت كده لو في حد عنده خبرة والّا حاجة اكتبوا لنا في التعليقات عشان كلنا كده نستفاد من بعض. وإن شاء الله بإذن الله لو ربيتوه هيعجبكم جدًا وهيجيب معاكم أوزان حلوة ومش هتندموا صدقوني إن أنتم ربيتوا البط المولر ده. أشوفكم على خير إن شاء الله. لو في أي حاجة اكتبوا لي في التعليقات، وأنا إن شاء الله أو أي سؤال وإن شاء الله هارُد عليكم. أشوفكم على خير إن شاء الله، دمتم بخير وبيوتكم دايمًا مليانة بالخير.